ألقيت موعظة في حي الصفا بجدة في صلاة العصر في يوم الخميس الماضي الموافق 5 من رمضان لهذا العام 1435 للهجرة. وبعدما انتهيت من الكلمة في الجامع خرجت أيها الأحبة لي بعض الأشغال هنا وهنا وقضيت بعض الأمور، ثم رجعت أريد أن أدرك الإفطار في بيتي وأنا أسير بسيارتي أيها الأحبة يوم الخميس الماضي 5 رمضان قبل أن تصل إلى مشروع الأمير فواز تلتقي بذلك الجسر الكبري، فبدأنا بسياراتنا نصعد الكبري فإذا بالسيارات تتوقف، وإذا بسيارة أيها الأحبة ترتطم بسيارة أخرى، فإذا بتلك السيارة تطير وتقفز من على الكبري إلى الأرض. انقلبت مرة أو مرتين أو 3 ثم توقفت على جنبها. توقفت السيارات، نزل الشباب ونزلت مع ضمن من نزل ننظر إلى هذا المنظر، السيارة ملقاة تحت الكبري. هرعنا إلى تحت الكبري واجتمع الشباب حول السيارة، قالوا نعدلها على الكفرات، دفعوها فتعدلت السيارة. فيها أيها الأحبة 5 أشخاص. نظرنا إليهم، حاولنا نفتح الأبواب، حاول الشباب فتح الأبواب، السيارة تأثرت من الانقلاب وتأثرت، التندة نزلت على الركاب. استطاعوا أن يفتحوا بابا واحدا وهو باب السائق، أخرجوه وإذا به شاب يا إخوان ما يتجاوز 22-23 سنة، وضعوه جانبا. وأما خلف السائق مباشرة يوجد أخوه شاب ثاني ولكن ما زال فيه روح وينظر إليهم، فأخرجوه الشباب من النافذة، وبقي في السيارة 3. أخرجوا السائق وطرحوه في الأرض وأخرجوا أخوه إلى الأرض، بقي في السيارة 3 من الناحية الأخرى. وصل رجال الدفاع المدني، وصل الإسعاف، وبدأ رجال الدفاع المدني يقصون الأبواب. امرأة عجوز لهؤلاء الشباب في المقعد الأولى، و2 من البنات خلف الأم. فتحنا يا إخوان، الدفاع المدني فتحوا باب العجوز وقدمت يدي معهم نحمل هذه العجوز، أخرجناها تلفظ أنفاسها الأخيرة، فلما وضعناها على الأرض فاضت روحها إلى الله وماتت. أخرجنا البنات، سحبنا يا أخوان البنت الأولى، أنا ورجال الدفاع المدني يتلفعون بعباءتهم بحجابهم، من كشفوا ولله الحمد. أخرجنا الفتاة وضعناها على الأرض وإذا بها تلفظ أنفاسها الأخيرة وتموت. ثم جئنا إلى البنت الثانية نسحبها يا إخوان، أخرجناها، لكن لفت انتباهي شيء لما سحبنا البنت الثانية وأردنا أن نخرجها ونضعها على الأرض، فإذا بها يسقط من حضنها شيء يسقط على الأرض. وضعنا الفتاة جانبا، جئت إلى هذا الشيء بنفسي والله يا أخوان بيدي هاتين، أنظر إلى هذا الشيء الذي سقط من الفتاة، فنزلت إليه وحملته وإذا به المصحف الذي كانت تقرأ فيه. مصحف المدينة النبوية، مصحف في الحجم العادي، لونه أزرق، قد تلطخ بدماء البنت، حملت المصحف
من الأرض وضعته فوق السيارة، لفظت أنفاسها الأخيرة وماتت. رجعت إلى السائق أنظر إليه، وضعت يدي عليه فإذا به أيها الأحبة يلفظ أنفاسه الأخيرة ويموت. ماتوا الأربعة جميعا، الأم والبنتين وهذا الشاب، كلهم ماتوا قبل أذان المغرب بنصف ساعة. ماتوا وهم صيام، ماتوا والقرآن في السيارة معهم، ماتوا في تلك اللحظات ولفظوا أنفاسهم الأخيرة. أسأل الله أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأموات المسلمين. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.